السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة اكلة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض القرص بالعجوة او القراقيش. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول المقادير. اول حاجة معانا كيلو دقيق، هننخل الدقيق بتاعنا، هنضيف عليه معلقة من السكر، 3 معالق من السمسم، هنضيف عليه ذرة ملح، وهنضيف عليه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من اللبن البودر. هنقلب الخليط بتاعنا كويس. بعد كده عندنا كوبايتين من السمنة او كوباية من السمنة وكوباية من الزيت، وهنبدأ نبس العجينة بتاعتنا كويس. بعد ما قلبنا المكونات كلها مع بعض هنبدأ نبس العجينة زي ما انتوا شايفين، بندعكها على ايدينا كده، او ممكن نحط المكونات كلها في العجان. هنبس العجينة بتاعتنا كويس لحد ما تبقى ناعمة في ايدينا، وكده العجينة بتاعتنا ان شاء الله هتطلع معانا مظبوطة. بعد ما بسينا العجينة بتاعتنا كويس والدقيق اختفى، هنبدأ نضيف بعد كده كوبايتين من اللبن. هنبدأ نضيف نص كوباية بنص كوباية، وهنعجن كويس لحد ما العجينة بتاعتنا تبقى متماسكة. هنعجن كويس لحد ما العجينة تتلم معانا وتبقى طرية. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية جدا. بعد كده هنبدأ نقسم العجينة بتاعتنا، وهنبدأ نفردها بإيدينا أو بالنشابة، أي حاجة. زي ما انتوا شايفين هنبدأ نفردها بالطول. بعد كده هنبدأ نضيف الحشوة بتاعتنا. أنا ضايفة عجوة، ممكن نضيف عجوة أو ملبن، أو ممكن نسيبها سادة، أي حاجة تفضلوها. بعد ما ضفنا العجوة بتاعتنا هنبدأ نلفها رول، وهنقفل العجينة بتاعتنا كويس، وهنبدأ نبططها من أول وجديد. بعد ما فردنا العجينة بتاعتنا هنبدأ نقطعها زي ما انتوا شايفين. ممكن نقطعها على شكل مثلثات او نقطعها بشكل طولي. جربوها بجد هتعجبكم قوي. بعد ما بنشكل الاشكال اللي احنا حابينها هنبدأ نرصها في الصينية بتاعتنا. بعد كده بنكمل الباقي بنفس الطريقة. بنجيب العجينة بتاعتنا ونبدأ نفردها زي ما انتوا شايفين. بعد كده بنضيف قطع العجوة بتاعتنا او الحشوة اللي احنا بنحبها. بنلف العجينة بتاعتنا وبنقفلها كويس. بعد كده بنبدأ نفردها من اول وجديد. ونقطعها على الاشكال اللي احنا حابينها. ممكن نعملها على شكل مثلثات زي ما انتوا شايفين، او ممكن نعملها بخطوط طولية كده زي ما انتوا شايفين شكل البسكوت. بعد ما شكلنا العجينة بتاعتنا هنسيبها تخمر معانا لمدة ربع ساعة. بعد كده هنشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 200، وهندخلها في الرف اللي في النص لحد ما تاخد معانا لون من تحت، وبعد كده نحمرها من فوق. وده شكل العجينة بتاعتنا وهي في الفرن. جربوها بجد على ضمانتي هتعجبكم جدا. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.